رحلة بين السطور. رحلتنا بين صفحات الكتب والروايات لنكتشف جمال المعاني وعمق الأفكار. معكم حسيبة صالح، وبتمنى لكم رحلة ممتعة. ما نفع حواسنا إن لم يكن لها القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث لنا؟ هذا التساؤل بنشوفه على طول صفحات رواية سيدات الحواس الخمس. هي الرواية بتخلينا نتعمق بحواسنا، ونتواصل مع أنفسنا بعمق، ولنفهم مشاعرنا وأفكارنا بشكل أفضل. ويمكن نقدر نكتشف جوانب جديدة من الجمال بالأشياء اللي بنشوفها أو بنسمعها أو بنتذوقها أو بنشمها أو بنلمسها. سيدات الحواس الخمس للشاعر والروائي الأردني جلال برجس، اللي عمل بهندسة الطيران قبل ما يعمل بالصحافة. جلال برجس كتب الشعر والقصة، ورواياته نالت العديد من الجوائز وترجمت للكثير من اللغات. هي الرواية هي عبارة عن 6 فصول، وكل فصل يتكئ على حاسة وامرأة. وبطل الرواية هو سراج عز الدين، فنان التشكيلي اللي خانته زوجته مع مسؤول فاسد وغني. فقدوا حبيبته وفقدوا الوطن. رحل سراج عز الدين من عمان إلى أمريكا، وترافق رحيله أحداث 11 سبتمبر. ذهب فقيراً وعاد إلى عمان غنياً جداً، بالوقت اللي كانت الدول العربية غرقانة بربيع العربي. عاد ليحقق حلمه ببناء على شكل امرأة تنظر ليديها الفارغتين، مؤلف من 5 طوابق، وكل طابق بيحكي عن حاسة. سماه جاليري الحواس الخمس. عاد سراج بشخصية مسيطر عليها الخوف على حواسه وصحته، شخصية تتصرف بطريقة غريبة. تعرف على 5 سيدات اختفينا جميعا بظروف غامضة، وبيبقى التساؤل: من هو هذا السفاح؟ وهل كان انتقامه من نفسه أم من وطنه أم من النساء؟ النساء هن الوطن، والحياة تتغير، والوطن ينهب من سارقي الأموال تحت مظلة الفضيلة. سيدات الحواس الخمس رواية شيقة بتدمج بين اللغة والجمال والحدس مع التشويق البوليسي. وأنا اليوم حبيت أختار لكم بعض العبارات اللي بتخلينا نرجع نفكر بحواسنا من جديد. دربوا أنفسكم على الإنصات للسكون، إنه سيد الحزن وأمير التأمل، وملك باعث عن الإجابة. فليس كل صمت هدوء، وليس كل هدوء صمتا. فالشمعة تقاوم الظلمة دونما أي ضجيج، حتى وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. فالأصوات هي اللغة التي تساند لغتنا. حتى الموسيقى والآلات الموسيقية هي مستوحاة من خلال الأصوات التي تأتينا من الطبيعة. عليك حينما تختبر صوتا ما أن تجعل كل أعضاء جسدك تعمل تحت إمرة سمعك. السمع ليس هنا في الأذن، إنه جهد كل أعضاء الجسد وتآلفها مع بعضها لتنجز هذه المهمة. أدعوك أن تطلق بصرك في الأشياء، فحتى اللانهاء نهاية يمكنك مشاهدتها. يمكنك هناك أن ترى ما تريد أن ترى، وأن تشرب عيناك ما عطشته لسنين. فليس كل ما تراه تراه، وليس كل ما لا تراه عدم. كن وفيا وأنت تلمس حتى الهواء. هناك أبوابا ستحس بما تفتح فتأخذك نحو الحقيقة. أي طعم تتذوقه ثمة هاوية عليك أن ترخي نحوها حواسك، لتحلق بجناحيك فتأخذك من السقوط إلى عقر الهواء، حيث يمكنك حينها أن تفهم ما الذي يجري، وأنت توغل في بعد جديد. علينا أن نتأمل حاسة الشم، ونتأمل فكرة أن الشخصية محض انعكاس لجمال داخلي لا يمكن أن تراه إلا إذا استخدمت تلك الحاسة جيدا. فمثلا عندما تحدث نفسك: أعرف هذا العطر، له لغة عتيقة في أغوار نفسي، إنه عطر محبوبتي، كأنه مقطوعة موسيقية تستولي على رقعة القلب، يؤديها 3 عازفين. عازف يرسم بمفاتيح البيانو إيقاعا
خليط من زهر البرتقال، وآخر بقوس كمنجته يرسم زهورا برية، وعازف التشيلو يرسم آخر خطوات الحكاية ليعطينا خليطا من عبق العود والمسك. أخيرا، لست آلها حتى أرى في اللام وراء، ولكن كنت أعول على حواسي أن تقع في طريقي إشارة تنبئني بما يمكن أن يحدث. إنه الحدس والحدس لا غير. وهي كانت رحلتي الثانية معكم برحلة بين السطور مع رواية سيدات الحواس الخمس. بتمنى تكونوا استمتعتوا، بانتظاركم برحلة جديدة وكتاب جديد. إلى اللقاء.